أهلا وسهلا بكم في بيت الخيال مع كمال الرياحي. رمضان كريم لكل المتابعين في كل مكان، وبمناسبة انطلاق شهر رمضان الفضيل نعد هذه الحلقة. في الحقيقة أردتها قرع جرس متعلق بعالم وعوالم وطقوس رمضان. سأتحدث اليوم عن مسألة تعرفونها جميعا، وهي ما يسمى حشيشة رمضان. حشيشة رمضان هذه الكلمة التي تعود كل شهر رمضان لكي نبرر بها العنف الذي نراه في شهر رمضان. وللحديث عن هذا الموضوع سأنطلق من عمل أدبي، وحتى نعرف خطورة هذا الأمر المتعلق بحشيشة رمضان سنصغي إلى كاتب غير عربي عاش في دولة عربية. لن ندخل في تكذيب الكاتب ولا في إدانة البلد أو الشعب، إنما هو نموذج متكرر في معظم، إذا لم نقل في كل بلداننا وشعوبنا العربية، وهو العنف أثناء شهر رمضان. وبالإحصائيات التي تظهر كل عام عن نسبة الجرائم المرتكبة في رمضان والعنف المرتكب في رمضان. هذا كتاب بعنوان محشش لمحمد المرابط، الكاتب المغربي محمد المرابط. لن نتحدث عن محمد المرابط من خلال هذا الكتاب، سنتطرق إلى محمد المرابط من خلال يوميات كاتب آخر تحدث عنه في شهر رمضان، وهو يوميات بول بولز، يوميات طنجة. هذا الكاتب الأمريكي الذي عاش حياته أو قسم كبير من حياته في طنجة بالمغرب. هذه اليوميات كتبها بول بولز بين سنتي 1987 و 1989. وبول بولز كان يعيش في طنجة منذ الأربعينيات من القرن العشرين. في يوم 19 أبريل 1987 يكتب بول بولز عن قرب انطلاق شهر رمضان، فيكتب التالي: لا أحد يدري بالضبط ما إذا كان شهر رمضان سيبدأ اليوم أم غدا. لقد علمنا أمس مساء فقط عندما دوت صفارات الإنذار أن الصيام سيبدأ اليوم. هذا هو رمضان الثاني الذي استعملت فيه صفارات الإنذار بدل المدفع. إذن السلطة في المغرب عوضت المدفع بصفارات الإنذار لإعلان الإفطار. هذا السلوك ينقده بول بولز في نفس اليومين بأسلوب ساخر في محاولته أن يفهم تبرير السلطة لهذا القرار. هيا نرى لماذا. ضربة مدفع تكون كافية لتجد نفسك في الجانب الآخر من الحدود في بلد الممنوع. ربما كان هذا صحيحا عند غروب الشمس، أما في 4 صباحا فالمدينة تكون صامتة. أستغرب كيف لم يشر أي مسلم إلى سخافة استعمال صفارة إنذار تستعمل عادة تحسبا لهجوم جوي للإعلان عن الصيام المقدس. بول بولز يحتج على هذا القرار ويستغرب كيف أن المغاربة المسلمين لم يحتجوا على ذلك.
ويعتبر ذلك شكلا من أشكال العنف المسلط على الشعب. عندما تنطلق صفارات الإنذار في الساعة 4 فجرا لكي ينادى للسحور، في ذات اليومية يشير بول بولز إلى الفوبيا التي تحدث للأجانب في شهر رمضان، وهي مفارقة في الحقيقة. شهر رمضان هذا الشهر الكريم، شهر الأمن والسلام والمحبة، يتحول إلى شهر للرعب عند الأجانب في المغرب وفي طنجة تحديدا. يتحدث يكتب بول بولز: في كل سنة يتوجب علي أن أذكر وأنبه الذين يأتون لشرب الشاي هنا أن عليهم الانصراف قبل مدة طويلة من غروب الشمس، ذلك أن الساعة التي تتلو حلول الليل يجب قضاءها في البيوت وليس في الشارع، لأنها الوقت الذي يتم فيه مهاجمة الأجانب. الشوارع تكون خالية تماما، لا سيارة، لا مار، لا شرطي، لا أحد. ويقرن الكاتب ذلك بأحداث حقيقية شاهدها، فيتحدث مثلا عن سائحة أمريكية صديقة له تعرضت للعنف في هذا التوقيت. يكتب: إحدى زائراتي وهي أمريكية مسنة تم ضربها وركلها بالأقدام وسرقة متاعها في الشارع أمام العمارة. لقد شعرت بالذنب لكوني أعيش في مكان لم تعد فيه اعتداءات من ذلك القبيل تثير دهشة أحد، أي أن هناك تطبيع مع العنف، أي أن هناك تسامح كبير مع العنف، وأن العنف أصبح شيء عادي تماما. في الحقيقة هذا ما يحدث في غالب المناطق الشعبية وغير الشعبية في الدول العربية أيضا في شهر رمضان، حتى لا يكون هذا التوصيف وكأنه خاص بالمغرب فقط. لا، نحن نعيشه ونراه، والسوشيال ميديا أيضا تنقل لنا تلك الجرائم وذلك العنف كل يوم. أصبح حتى خارج رمضان، أي أن حشيشة رمضان لم تعد هي السبب فقط، لأننا ببساطة طبعنا مع العنف وأصبح العنف شيء عادي تماما في حياتنا، وهذا هو الخطير. في حديث بول بولز عن حشيشة رمضان يقول التالي: هم يقولون إن العطش أشد إيلاما من الجوع، والمدخنون يغدون حانقين في الأيام الأولى للصيام، وطيلة الشهر تزداد المشادات بين الناس، لكن الناس لا أحد يعترف أن سوء مزاجه ناتج عن رمضان. يقول عبد الواحد صديقه: إذا كان مزاجك سيئا بسبب رمضان فإن صيامك يغدو بدون قيمة، والأفضل ألا تصوم، ومع ذلك فإن الناس يحتاجون مع أول فرصة، وأنا أحتاط ألا أعارضهم أو أوجه النقد إليهم. شهر رمضان بالنسبة لبول بولز هو الشهر النموذجي لارتكاب أشنع الجرائم وإيجاد التبريرات لها. يسرد في إحدى اليوميات بول بولز عن جريمة يصفها بالتقليدية، وفي كلمة تقليدية هنا سخرية في الحقيقة، ليس هناك جريمة تقليدية.
تروي القصة أن بائع الزلابية جلس إلى جوار شخص آخر يبيع الأمشاط ومعاجن الأسنان في سوق كازابراتا، فطلب منه مغادرة المكان فورا، فاستسمح الرجل أن يمكث دقيقة ليسترد أنفاسه من التعب، فما كان منه إلا أن أخرج مدية طويلة ضرب بها الرجل الآخر بحركة من أعلى إلى أسفل ممزقا أوداجه. نهض الجريح وخطى بضع خطوات ثم سقط. ولده ذو ال4 سنوات ظل ينظر إليه وهو ينزف دما إلى أن مات. مشهد وجريمة في أبشع صور الجرائم، بحضور طفل يقتل والده أمامه لسبب تافه جدا. بسبب ماذا؟ بسبب حشيشة رمضان. إن هذا الوصف الدقيق لوقائع العنف ينزلها بول بولز ضمن ثقافة العنف المستشرية في المجتمعات الشرقية التي تعيش ضمن مفارقة سلوكية عجيبة مع ما تعيشه من موعد سنوي مع الروحانيات والطقوس الدينية، وهو بذلك ينقض المؤسسة الدينية التي لم تنجح في إصلاح هذه المجتمعات، واكتفت بالمحافظة على طقوس واهية وخاوية وكرنفالية تخفي وراءها واقعا مأزوما من العنف والجريمة والتباغض بين الناس. صديقنا محمد المرابط صاحب قصة أو كتاب المحشش هو نفسه كان بطلا من أبطال التحشيش في رمضان والعنف المستشري في رمضان في المغرب وفي طنجة. يروي بول بولز عن صديقه وكاتبه محمد المرابط الذي كان ينشر له أعماله ويترجمها مباشرة للإنجليزية وينشرها في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه كان واحد من أبطال ذلك العنف في رمضان، ويروي قصة معينة. هذه القصة بطلها محمد المرابط وصديقة بول بولز واسمها خيرس، والتي جاءت ضيفة لبول بولز من أمريكا، فاشترت له ورودا، وعندما وصلت بيت بول بولز وجدت مزهرية جميلة فيها ورود، فنزعت تلك الورود بحسن نية ووضعتها في مزهرية أخرى، ووضعت ورودها الجديدة في تلك المزهرية. يقول بول بولز أن تلك الورود الأولى كانت لمحمد المرابط، وأنه توقع أن يكون سعيدا بالورود الجديدة، لأن محمد المرابط في الحقيقة هو الذي يشرف على بيت بول بولز. وحدثت الكارثة عندما عاد محمد المرابط ووجد أزهاره ووروده قد سحبت من المزهرية لتوضع في مزهرية أخرى، حيث هجم محمد المرابط على الضيفة بالشتم والسب واللعن، حتى أنه يقول بول بولز: نط المرابط بخفة والتقط عودا من أخشاب المدفأة وتوجه صوب المرأة البائسة لضربها على الجمجمة، ولولا تدخل شخص آخر اعترضه ومنعه لحدثت الكارثة. ولم تتوقف المسألة هنا. حشيشة رمضان إذا بدأت لا يمكن حدها. يقول بول بولز
واصل الصراخ مجددا قائلا بأنه يوجد في غرفة مليئة بالذين يجب في نظره قتلهم لمنعهم من تلويث الجو الذي يتنفسه المسلم. أصبح عنفه موجه رأسا نحو الأجانب الذين يعتبرهم كفارا داخل البيت. بيت من؟ بيت بول بولز. يواصل بول بولز نقل تلك المعركة غير المتكافئة بين امرأة أمريكية تنتحب خوفا من رجل مغربي بجسد قوي يهددها كل مرة بقول جديد وتهديد جديد. محمد المرابط كان ملاكما وصاحب بنية جسدية قوية جدا وضخمة، وتروى حول قوته البدنية الكثير من الحكايات والقصص. يقول لها: لو عدت من نيويورك فسوف أقتلك. فتلوذ بالصمت 5 دقائق قبل أن تهمس لمواطنها بول بولز: هل تعتقد أنه سيقتلني؟ فيجيبها مبتسما محاولا تهدئتها: طبعا لا. لكنه يضيف معلقا: لكن وعيد المرابط لم يكن ليطمئنها، وكنت أمني نفسي أنها حين تعود من السفر فإن شهر رمضان سيكون قد انتهى. ما الذي يخفي هذا العنف الذي أقدم عليه محمد المرابط؟ في الحقيقة القصة لها جذور، حيث يرويها بول بولز في يوميات أخرى. من هذه اليوميات أن هذه المرأة الأمريكية تزوجت برجل مغربي آخر، صديقها تزوجته وهو اسمه البشير، وكانت ترسل أموالا إلى محمد المرابط لكي يبني لها دارا، يشتري لها أرضا في طنجة ويبني لها دارا لكي تأتي وتتسلم تلك الدار ذلك البيت. ولكنه رفض أن يسلمها ذلك البيت ولم ينهيه أصلا، بل اكتشفت أنه كتب ذلك البيت باسم زوجته زهرة. فإذا محمد المرابط الذي كان يدافع عن الإسلام والمسلمين ويلعن الأجانب، أنه في رمضان يتعمد التحايل على مواطنة أمريكية أرسلت له أموالا لكي يبني لها بيت. هذا ما يرويه بول بولز. وفي ذات اليوميات يتحدث بول بولز عن إلغاء موسيقى الغيطة التي كان يسجلها منذ زمن في شهر رمضان، أن قرارا صدر بإلغاء تلك الموسيقى في شهر رمضان. يقول حول هذا الموضوع: من ميزات شهر رمضان ذلك العزف المنفرد على الغيطة في صوامع المساجد قبل الأذان. في هذه السنة تم إلغاء ذلك. أتخيل أن أحدهم ربما ارتأى أن تلك الممارسة متخلفة وأنها غير شرعية. في سنة 1977 قمت بتسجيل معزوفات المزامير الليلية طيلة شهر رمضان، لعلني دون أن أنتبه إلى ذلك كنت أرتاب في أنهم سيقومون بإلغاء العزف آجلا أم عاجلا، فالأشياء الجميلة للأسف لا تبقى. وهكذا يتدرج بول بولز للحديث عن أفول طنجة الدولية الساحرة التي سحرت الكتاب الأمريكان كتاب العالم وفنانيهم، والتي سحرت في يوم من الأيام محمد شكري قبل أن يرثيها في أعماله السير الذاتية، وآخرهم كتابه وجوه. حدثناكم عن حشيشة رمضان في المغرب،
بلسان كاتب أمريكي كان يعيش هناك. اكتبوا لنا في التعليقات طرائف وقصص حشيشة رمضان في بلدانكم لنقاوم هذه الظاهرة، ظاهرة العنف في شهر رمضان، لكي نستعيد الصورة الراقية لهذا الشهر، شهر رمضان الكريم. وكل عام وأنتم بخير، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا. إلى اللقاء.